السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا فيديو جديد ويوم جديد. يلا كده بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الفيديو بتاعنا ماشي ازاي. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي يسعدني ويشرفني طبعا اشتراك عندي في القناة، ولو انت بقى مشتركة ما تنسينيش من اللايك والكومنت. ويلا كده بينا نسمي ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. حبيت ان انا اشارككم كده اليوم بتاعي واوريكم اليوم بتاعي ماشي ازاي. تمام بدأت كده اليوم النهارده كده كان يوم سبت، يعني كان يوم اجازة عدي. فحبيت بقى ان انا اقدم معاكم كده روتين، اشجعكم وانا اتشجع وطاقة ايجابية كده. وصحيت في نفس الميعاد اللي انا بصحى فيه ان انا انزل فيه عدي، وقلت بقى اشوف اللي ورايا قبل ما حور تصحى. تمام، قلت كده انجز وقتي واشوف اللي ورايا كده في السريع قبل ما حور تصحى. اللي كان على الركنه هنا كان عدي، كان لسه صاحي من النوم وما شافش الكوبايه فكبها على الركنه. تمام فعادي يعني ما فيهاش حاجه، عادي ممكن كوبايه ميه تتكب، كوبايه عسل تتكب، يا سلام بقى لو كوبايه شاي، عادي كل حاجه عادي، يعني كل حاجه متاحه. تمام تمام. حبيت بقى ان انا كده فتحت الشباك، وعشان طبعا انت عارفين الجو بقى كده الصبح بيبقى حوالي بقى كده من الساعه 6 لحد الصبح كده حوالي الساعه 8 بيبقى الجو بقى كده الهوا، بتحس ان فيه راحه نفسيا. ما يكونش لسه بقى في عربيات، ما يكونش لسه في طلوع ونزول ومش عارفه ايه، ما يكونش لسه في الطاقه السلبيه اللي احنا عارفينها دي. تمام. فبحب بقى انا افتح الشباك في الوقت ده قوي جدا. ففتحت بقى الشباك كده، طبعا المكان كله نظيف زي ما انتم عارفين. حاليا انا اليومين دول بنضفه معاكم يوميا. ممكن كمان اتاخر عليكم في الفيديو ما نزلهوش كل يوم، بس ممكن على الاقل خالص بنزل لكم فيديو يوم بعد يوم. تمام. بس المهم ان هو بيتنضف يوميا زي ما انتم ما شايفين كده. فطول ما الواحد ايده في المكان، طبعا زي ما انتم عارفين ان انا معايا بيبي ما بتبطلش زن ما بتبطلش عياط، فبحاول ان انا ايدي كده في المكان. بعد ما بتنام بقى بالليل قبل ما تصحى الصبح في اي وقت يكون هي لسه نايمه فيه. تمام. عشان طبعا ايدي في الحاجه كده على طول عشان ما اهملش الحاجه واحس ان انا بقى مش عارفه ابدا منين، الدنيا اتبهدلت عندي، مش عارفه ابدا من الريسبشن ولا ابدا من الاوض ولا لمع ايه ولا الدنيا اتبهدلت لا، فبحاول ان انا ايه امشي اليوم بتاعي كده وان انا ايدي في الحاجه عشان خاطر لما اجي انضف يبقى التنظيف معايا سهل. تمام. هنا كانت الاستاذه حور كانت خلاص كانت هتنام، بس صحيت على صوتي وانا بسجل لكم الصوت. تمام كده تمام. هنا كده بعد ما لمحت نفضت الركنه ورصيت المخدات ورحت ملمعه الترابيزه ولمحت الجزامه كده زي ما انتم ما شايفين، ولمحت النيش كالعاده، بس انا كالعاده ما بصورش النيش لان طبعا كله مرايات وكده، فما بعرفش اتحكم ايه في الظهور فيه. تمام. وهنا كان الاستاذ عدي كان عمال يغير ويلبس ويقلع ومش عارفه ايه، براحته خالص، كل واحد اللي عايز يعمله يعمله، بس اهم حاجه احنا نشوف شغلنا. والله العظيم بصي يا بنات طول اليوم ما ببطلش، طب بس طب اسكت طب اسكت طب مش عارفه ايه. لا ما عادي اتعودنا على كده. تمام تمام. حبيت بقى ان انا المح كده النيش معاكم من المنطقه دي. تمام عشان اعرفكم ان انا لمحته، بس انا لمحته كله من اوله لاخره. في حاجات كتيره بتحصل من ورا الكاميرا، ومش هو ده الوقت المعين اللي احنا بنبقى خلصنا فيه الحاجه. ممكن مثلا 18 دقيقه دول او 15 دقيقه ممكن يكونوا عدوا مثلا معانا 3 4 ساعات. ويا سلام بقى لو انت معاكي بيبي ممكن ياخدوا معاكي طول اليوم كله عشان تعرفي تجمعي 15 دقيقه من انت تقدري ان انت تنزلي الاول. كنت بنزل فيديوهات يوميا وكنت ببقى متحمسه ان انا اقوم اصور ومش عارفه ايه. دلوقتي ما بعرفش اصور. ممكن انا من الكربه بتاعتي ان انا اجي اصور بسرعه حر تصحى، فما اعرفش اكمل الفيديو. ممكن اكون فاتحه الكاميرا وبصور وانا اصلا مش دايسه تصوير، مش فاتحه الكاميرا، يعني هي الكاميرا مفتوحه قدامي بس ما دوستش ان هي تبدا تصوير. تمام. فالتعب كله بيروح على الفاضي. ممكن مثلا من كتر الهري اللي الواحد فيه مقطع يتمسح منه. فالفتره دي معلش اعذروني جدا للبنات اللي بتبعتلي انتي ما بتنزليش فيديوهات بانتظام، ما بتنزليش فيديوهات زي الاول، فين الروتينات، فين الوصفات، فين. والله العظيم بجد غصب عني انا نفسي ان انا ارجع انزل لكم فيديو كل يوم واوريكم اليوم بتاعي ماشي ازاي، سواء بقى روتينات، سواء مثلا اشارككم بقى اليوم بتاعي بكل تفاصيله، اكلات كان ايه، عملت ايه، عملت وصفات ايه. هنا الاستاذه حور عماله تشد مني المايك فمش عارفه ان انا اسجل لكم صوت خالص. تمام تمام. هنا بقى الجزامة عمال احركها من يمين لشمال من يمين لشمال، وفي الاخر انا شكلي انا هرميها في الشارع. يعني هي خدلت معايا من كتر ما انا عمال احركها. بس عادي يعني كالعادة ان احنا بنحب التغيير، وانا من الشخصية ان انا بحب
ان انا اغير، ما بحبش ان انا اثبت على حاجه معينه، مش هغير ان انا اقعد ابيع واشتري، اقعد ابيع ده واغير ده، لا. اغير النظام، يعني مثلا اجيب الترابيزه دي مكان الجزامه، اجيب الجزامه مكان الترابيزه، اشيل الركنه خالص واغير النظام بتاعها. انا من النوعيه دي كده، انا بحب ان انا مثبتش على حاجه معينه. تمام. تمام. هنا كده الترابيزه برضو اتلمعت، بس حاليا انا بعد ما خلصت الفيديو انا شلت الترابيزه عشان ما حبتهاش كده في الريسبشن، ما ارتحتش يعني. تمام. وهنا كده بقى جبت، مرضيش ان انا اشغل المكنسه عشان خاطر الاستاذه حور ما تصحاش، قلت لا لسه في شويه حاجات كده هيتعملوا، في حاجات في المطبخ هتتعمل، فقلت لا اسيبها نايمه، ومش اشكال يعني، مش لازم المكنسه، اكنس بالمقشه العاديه مش هيبقى فيها حاجه. تمام. كنت حابه بقى اشكر البنوتات اللي اشتركت عندي في القناه، اللي بتبعتلي دايما في الكومنتات. حبايبي والله العظيم انتوا يعني تاج كده على راسي من فوق، يعني انتوا اشتراككم ليا ده وكلامكم اللي زي السكر اللي انا لما بسمعه ببقى عايزه اقوم جري وافتح الكاميرا واصور لكم عشان تكتبوا لي كومنتات واقرا الكومنتات بتاعكم. بجد والله العظيم انتوا تاج كده على راسي. يا رب العيله بتاعتنا تكبر، وان شاء الله هتكبر بيكم وهتكبر لينا ان شاء الله. تمام. وطبعا انتوا نورتوني جدا وشرفتوني، ولو قعدت اقول كلام من هنا لحد السنه الجايه مش هعرف اوفر لكم حقكم وحق الكلام اللي انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات. تمام. انا شخصيه اللي هي ان انا ما بعرفش اتكلم، يعني بحب ان انا اكون على طبيعتي اكتر، ما بحبش ان انا ازوق كلام، ما بحبش مثلا ان انا يعني اغير مثلا لا، انا بحب ان انا افضل كده على طبيعتي يعني، بجد ما بعرفش ان انا مثلا اتكلم كده، لا مش بعرف. تمام. اتقبلوني بقى زي ما انا. بس كده زي ما انتم ما شايفين كده ان انا ببدا ان انا اكنس. طبعا عدي زي ما قلت لكم ملخوم في الاوضه بتاعته، آه عمال يغير ويلبس، يغير وبيلبس. وبالمناسبه كان عندي كميه غسيل، كميه رهيبه. اللبس الشتوي كله طلعته من تحت السرير، انا غسلته يعني كميه، انا لو وريتها لكم والله العظيم بجد انا هصعب عليكم. انا في يوم واحد قضيته بس غسيل، ما عملتش فيه اي روتينات، ما عملتش اي فيه تنظيفات، ما عملتش فيه اي حاجه خالص. يا مدبك عملت بس فيه الغدا. تمام. جهزت حضرت بس فيه الغدا. لا وكمان ونزلت كمان في السوق، اشتريت كده شويه مشتريات اللي هي الخضار، حاجات بسيطه كده يعني ايه. ما عملتش حاجه تاني في اليوم ده غير ان انا قعدت اغسل من حوالي الساعه 10:30 لحد الساعة 8 بالليل، وما نشرتش غير بعد ما حرمة نامت، كانت حوالي الساعة 1. يعني والله العظيم بجد كان تعب وكان مجهود. بس الحمد لله شنطة كبيرة مليانة لبس العدي هي دي اللي اتغسلت. والله انا اصلا اللبس بتاعي الشتوي انا حاطاه في الدولاب، انا ما بحركوش، انا حاطه الدرفه من تحت كده الشتوي، درفتين من فوق شتوي، ومن تحت درفتين من تحت صيفي. تمام. بس ولا بنزل الصيفي ولا بطلع الشتوية، كل حاجة بتبقى في مكانها وكل حاجة شغالة ايه كده. تمام. عايزة اقول لكم ان انا قاعدة قدام المراية بتاعة التسريحة، وقاعدة حور جنبي عمالة تبص عليا وانا بتكلم وبتضحك. بنت بتحب المرايات او بتحب ان هي تقعد تبص في المراية كده وتضحك، تتجنن. تمام. فوالله العظيم بجد قعدت اغسل طول اليوم وبصراحه انا كنت هكسل خالص ان انا انشر، بس كان كميه الغسيل لو قعدت ان انا انشره على السرير في الاوضه بتاع عدي او انشره على المنشر كان هيبقى كتير وكان هياخد مني وقت. قلت ال10 دقايق يعني مفرقتش 10 دقايق ربع ساعه، هنشرهم على البلكونه وخلاص. ملت البلكونه عندي، يعني الناس اللي متابعاني وعارفه البلكونه ملت البلكونه عندي بجد والله العظيم. غير كمان ما كنت حاطه على بعضه يعني عشان هو كده كده يعني متجفف وناشف، يا مدوك ان هو هيتهوى. في اليوم ده النطرة نطرت مرتين، مرة وانا رايحة السوق الصبح يا روحي، والمرة التانية نطرت يعني كان وانا بجيب عدايم الحضانة، نطرت عليها مرتين، مرة وانا رايحة السوق انا وحور، والمرة التانية وانا جايبة عدايم الحضانة. بس طبعا انا ما نشرتش الا لما اتاكدت ان هي كده خلاص يعني السما صفيت ومبقاش خلاص مبقاش فيه نطره، مش هتنطر يعني تاني. فرحت منشره. وحاليا دلوقتي انا لميت الغسيل بس لسه ما اتطبقش. اللبس الشتوي انا طلعته، في حاجات هتبقى كبيره على عاديه هتتعاد، وفي حاجات هتبقى مقاس عشان خاطر هي كميه كتيره جدا، وانا مش هخليها كلها في الدولاب زي ما انتم عارفين. انا ما بحبش الزحمه وما بحبش الكركبه، ولبس الشتاء اصلا رخم كتير. ايه يا بابا، ايه، ايه الكحة دي؟
فلبس الشتاء اصلا كتير وبيبقى رخم اوي في غسيله وفي نشيره وفي رصه كتير كده، يعني هو الغيار بيبقى كتير كده في المكان. تمام تمام، ما علينا. هنا بقى مسكت الشقه كلها زي ما انتم ما شفتوا، كنستها، وكمان انا فصلت الكاميرا وكنست الغرفه بتاعتي وكنست الغرفه بتاع عدي وكنست معاكم المطبخ والريسبشن. كله كنس زي ما انتم ما شايفين. طبعا كالعاده ان انا الشقه بتاعتي على الطريق، فمهما ما تكنسيها يوميا لو كنستها صبح والليل فبرضه هي لازم بتطلع التراب ده. وكمان انا عندي السلم عندي قدام الشقه مش رخام، اسفلت، مش رخام، فبيطلع اصلا تراب وبيطلع رمله فبيبهدلك الدنيا. تمام. وكالعاده برضو ان انا بعمل السجاده كده وبروح كنسه وبمسح. طبعا انتوا زي ما انتوا ما شفتوا كده معايا انا مسحت الشقه كلها، ونضفت بقى وسبت الدنيا تتهوى. وكمان انا كنت جايه من السوق، كنت جايبه طماطم، فقلت يلا بقى كده خليكي قروبه وخليكي شاطره، وكل ما تنزلي السوق اعملي حسابك في حاجه ان انت تفرزيها. آه، مش شرط بقى رمضان، يعني حاجه بقى ان هي تبقى موجوده في البيت. يعني ربنا يا رب يبلغنا رمضان لو لنا نصيب، يعني احنا نعيش لحد رمضان مش هيجرى حاجه ان انت كل ما تنزلي السوق، عشان خاطر زي ما انت ما عارفه طبعا احنا بقينا في ايام ما يعلم بها الا ربنا، والدنيا اصلا بقت غاليه. الواحد كتر خيره قوي ان هي بينزل السوق ان هو يجيب الحاجات اللي بتكفيه يوميا. مفيش حد دلوقتي بقى بينزل ويجيب مثلا مشتريات الشهر زي الاول او مشتريات مثلا الاسبوع، مفيش حد بيعمل كده. يعني الناس والله العظيم بتمشي في السوق بتكلم نفسها من غلا الاسعار. فانتي حاولي ان انتي بقى كده كل مره ما تنزلي السوق تجيبي حاجه كده للتفريز، عشان خاطر مش هتعرفي ان انتي تجيبي الكميه كلها، حاجتك كلها على بعضيها وتفرزيها. مره جبتي طماطم، مره تجيبي بقى بسله، فاصوليا، حاجات بقى. انت ما تجيبيش حاجات وخلاص، يعني جيبي الحاجات اللي انت بتحبيها. تمام. انا من نوع ممكن مثلا افرز بسله، بس افرز مثلا مش ما بفرزش كميات، هما كيسين 3. تمام. يقضوني بقى في اي وقت مثلا ضيف جه على غفله ومش عارفه اعمل اكل ايه وكده، فاروح مطلعه كيس بسله على طول على شويه رز بشعريه، لحمه بقى وفراخ والكلام ده. تمام. فدي من الحاجه اللي انا ببقى مفرزاها هي البسله. ممكن برضو كيسين شوربه خضار، مش اكتر من كده. انا اصلا من النوع اللي ما بحبش الحاجات المتفرزه. بس الطماطم انا ما بقدرش بقى استغنى عنها. الطماطم انا بفرزها. طبعا زي ما انتم عارفين الطريقه بتاعتي انا فرزتها معاكم في كذا فيديو. انا بمسك الطماطم بغسلها كويس جدا وبروح ماسكاها كده مقطعه الطماطمايه 4 ترباع وحطها في حله. تمام زي ما انتم شايفين بقى كده، ومقطع عليها بنجريه صغيره خالص على حسب بقى كميه الطماطم اللي عندي. بحط عليها بنجريه كده صغيره خالص، وبحط عليها معلقتين سكر عشان السكر طبعا هو اللي هيبقى الماده الحافظه بتاعتها، هو اللي هيحفظها لي في الفريزر. لو قعدت عندك سنه مش هيجرى لها حاجه، مش هتحمض مش هتبوظ، وفي نفس الوقت مش هتصفر، هي هتطلع حمرا وهتطلع مسبكه وتقيله زي ما هي. بخليها تتسبك خالص لحد ما بتشرب الميه اللي فيها، وبسيبها بقى لحد ما بتضرب ما بتبرد لحد ما تبرد خالص. وبعد كده بروح ضربها في الخلاط او بالهاند بلندر بقى على حسب ما انت ما حابه. وبعد كده بروح مصفيها وبعبيها بقى في اكياس، الكميه على حسب الطبخه بتاعتك او على حسب الاكله بتاعتك. تمام. بطلع الكيس اروح مستخدمها على طول. عايزه اقولك ان هي بتبقى متسبكه ويبقى اللون بتاعتها، وما تقلقيش من البنجر. البنجر مش هيديك يعني لون اوفر، او مش هيديك اللون مثلا مش حلو. اصلا كده كده البنجر مفيد جدا للانيميا. تمام. فالبنجر برضو يعني حاجه من الحاجات المفيده، فبضطر ان أنا يعني احطها كده على الطماطم تديني لون وتديني ايه. وفي نفس الوقت اصلا ما بيبانش طعمه في الاكل، يعني انت ولا اكنك حاطه بنجر ولا حد يعرف خلاص ان انت حاطه بنجر. يعني لو انت ما قلتيش محدش هيعرف ان انت حاطه بنجر في الطماطم. تمام كده. تمام. فكل مره انا بقى بعمل كده، كل ما بنزل السوق مثلا خلاص حسيت ان انا الطماطم قربت تخلص عندي او مثلا السعر بتاعها معقول، فبروح جايبه معايا شنطتين كده طماطم واروح مفرزاهم. مثلا احتجت بسله، تمام، اروح جايبه كده بسله واروح مفرزاها. كل مره انا بعمل كده وماشيه كده. عايزه كده يعني ايه ان احنا نبقى يعني، عايزه اقول لكم ان هيبقى مجهود علينا ان احنا نجيب الحاجه كلها على بعضها. يعني عندك مثلا البسله كيلو ب25، طب مين اللي هينزل مثلا يجيب كميه بسله او فاصوليا او الحاجات دي؟ هيبقى تطلع مبلغ عليكي. فانت حاولي انت كل ما تنزلي، هي دي النقطه اللي انا عايزه اوصلها لك، وهي دي اللي انا بحب ان انا اقدمه في القناه، ان انت توفري، ان انت تقدري ان انت تكلفي بيتك باقل التكلفه. تمام. تمام.
هنا بقى حبيت ان انا اشارككم كده المقطع ده عشان خاطر اتطلب مني في كذا فيديو. عايزين يعرفوا الخلطة اللي انا بغسل بيها المواعين بترغي وبتنضف وجميلة وعجبتكم جدا في الكومنتات. عايزه اقول لكم ان انا الخلطه دي انا ماشيه عليها بقالي اكتر من 3 سنين، يعني انا من ساعه ما جيت هنا الشقه هنا في اكتوبر. يعني بقالي 3 سنين وانا ماشيه على الخلطه دي. بجيبها من عند بتاع المنظفات. الاول كانت ب20، ولما غليت بقت ب25. على طول بجرب اللي هو لونه اصفر، اللي هي الخلطه الصفراء. تمام. هما كيسين كده، كيس بودر وكيس سايل، بدربهم كده على بعض. وعايزه اقول لكم ان انا بخلطها بايدي، ما بتعمليش اي حاجه في ايدي. كانت الناس الاول كانوا بيقولوا لي ايه، لما تيجي تعمليها قلبيها مثلا بخشبه، بمعلقه مثلا خشب ما يكونش من عايزاها، مش عارفه قلبيها بحاجه، ما تقلبهاش بايديكي. انا والله بعملها بايدي بقالي 3 سنين ومفيش اي حاجه ولا عملت لي اي حاجه خالص. كده كده في اخر اليوم بعد ما بنخلص خالص مرتب وبنرتب الايدين وخلاص، مية مية مفيش اي حاجه. تمام. عايزه اقول لكم يا بنات بتنضف جدا، الريحه بتاعتها جميله، والرغوه يعني انتوا اكيد بتشوفوها معايا في التنظيفات. انت صوتك طالع معايا في الفيديو، بترغي ليه؟ بترغي ليه يا حور؟ يا حور. الناس اللي بتسأل حور عندها قد ايه، حور دلوقتي عندها 6 شهور، لسه واخده التطعيم بتاع ال6 شهور. خدت يوم الاربع والنهارده السبت. تمام. تمام. هنا بقى الخلطتين كده زي ما انتم ما شايفين بفضهم على بعض، وبفضل اقلب فيهم كده بايديا حوالي من دقيقه، لحد ما بحس ان الخلطه اللي هي الحبيبات دابت خالص. ما هي الحبيبات بتاعتها احس ان عامله زي كيس العصير اللي هو التانك، بس كتير بقى مليان، هي عامله زي العصير التانك كده. ببقى خايفه وانا بعملها ان انا انسى واخد شويه. بفضل بقى اخلطهم الاتنين مع بعض. انا اول مره بصراحه ان انا اجرب اللون الاخضر ده، بس هو برضو حلو وجميل، وهو هو نفس عطاني نفس النتيجه بتاعه الاصفر. بس انا بحب الاصفر اكتر. طب ليه؟ ممكن عشان الالوان. اصل انا تافهه اوي. ممكن والله بجد عشان الالوان، لكن الاتنين نفس النتيجه والاتنين نفس الحاجه، يعني ما فيش فرق بيناتهم. تمام. تمام. بعد ما بقلب فيها كده بفتح عليها الحنفيه، وطول ما الحنفيه شغاله عليها طول ما انا بقلب. هي المفروض ان هي مكتوب على الكيس 8 لتر، انا بملى عليها الجردل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما بسيبها اصلا لتاني يوم بتتقل جدا، ولما باجي اشتغل بيها بزودها، يعني باخد كده حبه في الطبق اللي انا هغسل فيه، او البوله بقى، او اي حاجه ايا كان انت بتغسلي في ايه، باخد فيهم حبه وبروح مزوداهم ميه من الحنفيه. هو الميه دي اللي في الكاتل مش سخنه، انا بملى بس من الحنفيه، هو الكاتل انا بملى بيه. تمام. يعني هي مش سخنه ولا اي حاجه، هي ميه عاديه خالص من الحنفيه. انا المفروض ان انا بعملهم على طول في الحنفيه اللي هي في الحمام في الارضيه يعني وكده، بس انا ما حبيتش بقى ان انا ادخل التليفون الحمام وكده. فقلت بقى اقعد املى بالجردل كده في المطبخ واوريكم معايا. شايفين النتيجة اصلا الرغوة؟ هي المفروض ان انت بتبقى مكتوب على الكيس بعد يعني بعد ما تعمليها ب4 ساعات. انا لو مش مستعجله ببيتها لتاني يوم اشتغل بيها، لو انا مستعجله بشتغل بعملها دلوقتي وبشتغل بيها. هي نفس النتيجه، وهي هي نفس الرغوه، وهي هي نفس كل حاجه. الجردل ده بقى كده انا بقفله وبروح مخليه على طول عيناه تحت الحوض. فبشتغل منه لما بعوز، باخد كده واشتغل منه عادي. انا هنا كنت حابه ان انا اوريكم القوام بتاعته، وكنت حابه ان انا اوريكم كمان الرغوه. جميل جدا. وهنا الفيديو بتاعي خلص لحد كده، ومع السلامه.